بيقولوا الأكلات المصرية بتخفي الأضرار بتاعتها جوه حلاوتها. هقول لكم النهاردة على بعض الأكلات اللي احنا كلنا متعودين ناكلها وفيهم شوية أضرار وإزاي نقدر نتجنبها. وطبعا كله بيستسهل أكلة الكشري، ومع إنها أكلة متكاملة وجواها مكرونة ورز وشعرية إلا فيها أضرار كتير. ومع إنها من واحد من 100 أشهر أكلة في العالم المصريين بياكلوها جدا، وبصراحة جواها مكونات كتير فيها منافع كتير للجسم، إلا إن فيها أضرار كتير جدا. تعال أعد لكم الأضرار. زي ما كلنا عارفين إن الكشري جواه تقلية بسمنة كتير، وجواه صلصة مسبكة تسبيكة محترمة. اعرف إن كل ده بيروح على المعدة يعمل لها التهاب شديد في جدار المعدة. يعني إيه التهاب شديد في جدار المعدة؟ يعني المعدة باي ما بقتش بتهضم، ينزل الأكل زي ما هو مش مهضوم جوه القولون المظلوم. طبعا القولون ما بيعرفش يتعامل مع الأكل الغير مهضوم، اللي هيقدر يعمل لك عسر هضم شديد جدا. رقم 2 إمساك شديد جدا. رقم 3 والأهم واللي كل الناس اللي بتاكل كشري بيحسوها هو الانتفاخ الشديد اللي موجود جوه القولون. تعال أقول لك إزاي نقلل الأضرار. نجيب طبق سلطة خضراء بيحتوي على كل أنواع السلطة جنب الكشري، هيقلل لك الأضرار دي كتير جدا جدا. وطبعا لأن السلطة بتحتوي على ألياف كتير جدا، أولا بتحسن نسبة الهضم كويس جدا، ثانيا بتعمل لك براز متكامل فيقلل من كمية الإمساك والانتفاخ. وطبعا جنب طبق السلطة ولما نخلص كل الأكلة الدسمة دي كوباية شاي أخضر هتساعدك على الهضم بطريقة جميلة جدا جدا جدا. ونبعد خالص عن المشروبات الغازية اللي الناس كلها بتشربها. وطبعا تاني أشهر أكلة، ويمكن دي أول أشهر أكلة عندنا كلنا، هي الفول والطعمية. طبعا اتكلمنا عنهم في حلقتين قبل كده، أرجو إن الكل يروح يبص عليها. وطبعا معانا أشهر أكلاتنا الكوارع. طبعا الكوارع دي بتحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون، وطبعا الدهون يعني كوليسترول، والكوليسترول يعني صحة القلب على طول، يعني شرايين تاجية. نخلي بالنا جامد جدا من القصة دي. وطبعا مش هقول لك ما تاكلش كوارع لأن هي بتحتوي على معادن كبيرة جدا، لكن هقول لك الاعتدال في أكل الحاجات دي مهم جدا، لأن المعادن اللي جواها لو زادت في جسمك أكتر من اللازم هتعمل لك للأسف تسمم في المعادن دي. والمعادن دي زي الحديد والرصاص وزنك، الحاجات دي موجودة في الكوارع، ولما بتزيد أكتر من اللازم بتبقى مشكلة. أكلها مرة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين يبقى كده تمام جدا. وطبعا عندنا إشاعة كبيرة بتقول إن لازم تاكل كوارع قبل ليلة الدخلة. مفيش القصة دي، بالعكس كمية الدهون اللي موجودة جوه الكوارع بتعلي نسبة الكوليسترول، والكوليسترول بيروح يترسب على الأوعية الدموية. وأهم وعاء دموي لينا كلنا، للرجالة بالأخص، الأوعية الدموية اللي موجودة على القضيب اللي بيخليه في حالة انتصاب. طبعا لو زادت نسبة الكوليسترول ده بيقلل كمية الدم اللي رايحة للقطعة دي، ساعتها مش هيحصل انتصاب. وعشان كده حبيت أقولك إن دي شائعة. أهم حاجة تانية الممبار. والممبار لازم تعرف إن هو قطعة اسمها أمعاء العجل، وأمعاء العجل موجود جواها مادة مخاطية فيها بكتيريا ضارة جدا جدا. عشان كده تنظيف الممبار لازم يكون تنظيف محترم جدا جدا، سواء كان بالخل أو بالمية السخنة الشديدة أو عشان خاطر تراكم المادة المخاطية جوه جسمك انت بيسبب لك مشاكل كبيرة جدا. وطبعا بعد ما ننضفه كويس مش هنروح ناكل منه كل يوم، لانه هو بيحتوي على نسبة دهون عالية جدا هتعلي لك الكوليسترول، هتروح تترسب على شرايين القلب، وساعتها هيجي لك قصور في عضلة القلب. ده غير السمنة المفرطة اللي انا بحاربها على طول. فركز من أكل الممبار بكثرة. نقفل بقى السفرة بتاعتنا ونحط الفتة الجميلة اللي احنا كلنا بنعملها. ولازم تعرف ان مكونات الفتة عبارة عن سمنة. انت بتجيب شوية عيش وبتقعد تسقيهم في شوربة، الشوربة دي جاية من شوربة الكوارع اللي مليانة كوليسترول، وكمان بتحط عليها شوية سمنة. يعني انت حضرتك بتاكل كمية كوليسترول محدش كلها في الدنيا دي كلها. خلي بالك من صحة القلب، خلي بالك من السمنة المفرطة.